السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة النهاردة عليكم ان شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا معانا ازاي هنساوي حلة المحشي سوا مظبوط من غير ما تغلي من جنب وجنب تاني لأ. اول حاجة انا طبعا وقعت في المشكلة دي كذا مرة، انا مرتين تلاتة كده عملت المحشي لقيته بيغلي من الجناب وفي النص عمره ما كان بيغلي. هنا دلوقتي اهم حاجة يا جماعة الشرب بتاعتنا اللي احنا هنتمسق بيها تكون كده ايه، سخنة كده، وكل لما ننزل بكبشة نرج الحلة رجة جامدة كده. وكمان هقولك حاجة في الامان علشان تحس ان المحشي كله هيغلي من جنب، من جميع الجناب ومن النص. بص بقى، حط من تحت حلة المحشي تحت كده قرنين فلفل رومي، وبعدين احشي ورق الكرنب بتاعك عادي جدا. هتضمني ان المحشي بتاعك الشوربة كله هتتشرب من كل الجهات وهيغلي من النص. وكمان مش عايزين، انا عمري ما سويت المحشي على النار العالية، اقل عين في البوتاجاز، العين الصغيرة، وبعلي عليها وبحطه لغاية ما الاقيه بيبقلل كده من كل الجهات وفي النص كمان. وبعدين بوطي عليه شمعة لمدة نص ساعة وهتاكلي محشي زبدة مستوي من كل الجهات. اعملي بس اللي انا بقولك عليه كده